لكن من وقت الكلام عن تجارة الأعضاء صارت في روايات مختلفة متداولة، زي أنه ما كان مريض أصلا، وأنه توفي بسبب عملية نقل أو بسبب عملية نقل لأعضائه بعلم زوجته قيل ووساطة وفاء عامر. أمس انتشرت أونلاين صور لشهادة الوفاة، واللي مكتوب فيها زي ما شايفين قدامكم اسمه الكامل وسبب الوفاة سدة رئوية. وأطباء شرحوا أنه معنى السدة الرئوية هو جلطة تسببت في انسداد شريان الرئة ما أعاق وصول الدم للرئتين، وبالتالي حدثت الوفاة. هنا الناس كثير من اللي تداولوا الخبر قالوا يعني ما مات من السرطان، وصاروا بيهاجموا زوجته هبة وبيقولوا إنها كذبت في حديثها عن معاناته من سرطان المستقيم. لكن في ناس ردت كمان وقالت إنه يا جماعة السدة الرئوية ممكن تكون من مضاعفات السرطان، وإنه المصابين بالمرض بيتوفوا من أعراضه ومضاعفاته، وهذه اللي بتكتب في شهادة الوفاة. ومع انتشار شهادة الوفاة تبين أنه أهل إبراهيم شيكا رافعين بلاغ للنائب العام من 10 أيام بيتهموا في زوجته بالإهمال الطبي وسرقة الأعضاء، وبيطالبوا بتشريح جثمانه لاكتشاف الحقيقة. والدة اللاعب الراحل بتقول إنه ابنها كان رياضي وما كان بيعاني من أي مرض، وإنه شهادة الوفاة كانت موجودة مع زوجته اللي كانت رافضة تسلمهم أي وثائق أو مستندات عن حالته الطبية. وقالت إنها بتشك إنه ابنها تمت سرقة كليته وفص من الكبد والمتاجرة فيهم من قبل زوجته، لأنها شافت جرح في بطن ابنها بعد وفاته. وقالت إنه زوجته أخذت مفاتيح مقبرة ابنها وما بتخلي أحد يدخل يزوره. وقال محامي الأسرة المستشار ماجد صلاح إنه هذا مو البلاغ الوحيد اللي تم تقديمه للنائب العام، فهم تقدموا ببلاغ ثاني للتحقق من المعلومات اللي تم تداولها على السوشيال ميديا بخصوص التجارة بأعضاء إبراهيم شيكا. النيابة العامة تحركت بعد البلاغات ووجهت بإعادة فتح تحقيق عاجل وتشكيل لجنة من الطب الشرعي لفحص مدى إمكانية استخراج جثة إبراهيم مع مرور 5 شهور على وفاته. وعقدت جلسة تحقيق مع والدة شيكا وأخوانه، وفي كمان جلسة تحقيق تانية بكرة. وبتقول عائلة شيكا إنهم ما يعرفوا شيء عن أرملة ابنهم، لكن محاميها بيقول إنه اللي بيصير حملة ضد موكلته، وإنه تم تقديم بلاغات رسمية ضد اللي بيروجوا لاتهامها بتجارة الأعضاء. أرملة شيكا من أول يوم كانت نفت كل التهم، ومن بعد أخذ ورد وتبادل اتهامات في الإعلام بخصوص ورث الراحل طلعت في يوليو وقالت إنها تصالحت مع عائلة زوجها وإنه الأمور تمام. لكن يبدو إنه الأمور مو تمام أبدا. عموما في صديق مقرب من شيكا كمان واقف في صف أرملته وبيدافع عنها، فنشر وثائق وتقارير طبية بتأكد معاناة الراحل من السرطان. وقال إنه هذه مستندات كان أرسلتها أي فعلا هذه المستندات كان أرسلها شيكا لإيطاليا ليأخذ رأي أطباء هناك. رد صديقه كمان على جدل فيديو متداول للراحل وهو بيدخل عيادة باطنة وكلى وبيقول إنه داخل يعمل عملية، وأهله رجعوا بعدين قالوا إنه ما في أي جراحة لها علاقة بالسرطان ابننا نعملها. فإيش دخل إنه يعمل، أو فإيش كان هو داخل في هذه العيادة يعمل إيش يعني؟ طبعا زاد الكلام عن الفيديو بعد كلام أهله عن الجرح اللي شافوه في بطن الراحل. صديق الراحل ردا على كل هذا الكلام أكد وأقسم أنه شيكا كان رايح هناك عشان ياخذوا عينة من الورم لفحصها بطلب من الطبيب. احنا بينضم الينا من القاهرة ماجد صلاح محامي أسرة الراحل أو اللاعب الراحل إبراهيم شيكا. أهلا فيك معنا. خلينا أول شيء نبدأ بموضوع مطالبتكم بإخراج الجثمان يعني لإعادة فحصه وتحليله أو تشريحه. فين وصلت هذه المطالبات؟ هو النيابة العامة يعني يبدو أن هي من واقع ال الأحداث اللي دايرة إنها هتاخد موقف جدي باستكمال أو بجمع كافة التقارير الطبية المتعلقة بالمرحوم إبراهيم
شيكا وارسالها للطب الشرعي تمهيدا لاستخراج الجثه واتخاذ الاجراءات اللازمه لكشف حقيقه الواقعه من عدمها. اوكي، بس يعني الى الان ما في قرار، الى الان ما في اي قرار باخراج الجثمان. ده بيتطلب بطبيعه الحال اولا استكمال يعني جمع كافه التقارير، لكن هو في اجراء جدي لاستخراج جثه ابراهيم خلال الايام دي الجايه ان شاء الله. طيب. احنا هنكشف عنه اوكي للاعلام يعني. احنا زي غيرنا طبعا بنشوف كل التقارير والكلام المتداول على السوشيال ميديا عن الخناقه حول الراحل، سواء كان مصاب او غير مصاب بالسرطان وما الى ذلك. بس حضرتك كمحامي الاسره، ايش عندكم دليل على انه كان غير مصاب بالسرطان وانه يعني زوجته ساهمت في التجاره بالاعضاء او ما الى ذلك، يعني اتهامكم لها؟ هو يا فندم احنا الفكره مش يعني مش حول لتوافر اصابته بمرض الكانسر او عدم اصابته به. هي الفكره في هل تم الاستيلاء على اجزاء من جسم ابراهيم شيكا ولا لا. اوكي طيب هي دي الفكره، يعني هي دي الاساس. ايوه طيب، اذا انتم ما بتختلفوا على موضوع انه ممكن كان يكون عنده كانسر او ما يكون عنده كانسر، انتم قضيتكم فقط انه تم الاتجار باعضائه. هل عندكم دليل على هذا الكلام عدا عن الكلام اللي قيل في السوشيال ميديا؟ هي كافة الفيديوهات اللي كان بيوثقها مع المرحوم إبراهيم شيكا بتؤكد إن في شبهة، فضلا عن الادعاءات اللي هي أثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي، سيما على لسان المدعوة مروة. فده أثار فكرة الشك في وجدان الأم. فعلى الضوء ده هي توجهت إلى النائب العام باعتبار إن هي الجهة المختصة لتحقيق الواقعة، عايزة تعرف وده حقها. نعم. طيب بس يعني خلينا نقول انه اصلا كان في يبدو تاريخ من الخلافات مع زوجة الراحل، بين عائلة الراحل وزوجته او ارملته، يعني خلينا نقول هل حاولتوا انكم تتواصلوا معها؟ حاولتوا تتفاهموا معها اي شيء؟ هو تاريخ معلش، هو تاريخ الخلافات مش كان في البداية، ما كانش ممتد لأسرة المرحوم إبراهيم شيكا وزوجته، وإنما كان قائم في حقيقة الأمر ما بين زوجته اللي هي أرملته حاليا وبين شيكا، وكان سبق ليها أنها طلقت. وبعد كده تمت الرجعة ليها بناء على توصية الأم لابنها بأن يرجع أرملته على أساس أنه هو يحافظ على أولاده. ومن بعضها ظهر فكرة الفيديو في عيادة خاصة مكتوب عليها كلى وكبد، ووثق فيها المرحوم أنه هو داخل يعمل عملية، أنا كده بصريح العبارة، عملية شق بطن، عملية كبيرة وخطيرة. ومن بعدها في غصون 3 شهور حصلت الانتكاسة والوفاة. ولكن في الطبيب أيضا الطبيب طلع وعرض بوست وقال وشرح أنه أيوة العيادة تقوم بكذا كذا، وشرح أنه هم كانوا بياخذوا زي خزعة وما إلى ذلك، وما كان في أنه أي سيرة. النيابة العامة يعني النهاردة هتاخد خطوة بإرسال لنقابة الأطباء للحصول على اسمه كاملة وعنوانه واستدعائه لسؤاله والوقوف على الإجراءات العلاجية اللي هو قام بيها للمريض، وتشخيصه كمان. عايزين نعرف تشخيصه، يعني ايه الفكرة ان هو مريض كانسر في المستقبل ان هو يتوجه ليه، يعني هي دي الفكرة يعني. وبعدين العيادة دلوقتي على حد معرفتي أنا إنها مغلقة والدكتور مش موجود.
حضرتك بتقول انها فدي كلها مغلقه، مسائل تثير الشك. مغلقه يعني من قبل الدكتور نفسه، بتقول انه الدكتور مختفي، الدكتور اشرف امين. ايوه، على حد علمي ان العياده دلوقتي مش مفتوحه. اوكي، بس الدكتور كان يعني في 1 اغسطس كل اخر رد كل له كل اعتقد. انا يا فندم، انا بتكلم من واقع الاحداث ايوه، فبتقول انه انت الان انه عيادته وانا مقفله بتعامل وانه معاه. زي مفقود الدكتور الان. النهارده واحنا في تحقيق النيابه، طبعا في يعني حديث دار حوالين فكره الارسال لنقابه الاطباء للوقوف على اذا كان الراجل ده فعلا طبيب ولا لا، فضلا على انه هو نعرف عنوانه، هل هو اخصائي استشاري، الدرجه بتاعته ايه، هل هو مختص بالاجراءات اللي هو بيقوم بيها من عدمه. أيوة. وفي نفس اللحظه نعرف لما نجيبه ونساله انت عملت ايه من الامور العلاجيه، عشان نعرف حقيقه الواقع ونقف على أيوة. يعني على الحقيقه. طب بس انا عندي سؤال اخير، يعني هي عائله شيكا مقتنعين انه ابنهم تم سرقه اعضائه بدون علمه؟ يعني هو دخل عمل العمليه دي واتاخذ عضو من عنده وهو ما كان يعرف يعني؟ الام عندها احساس يعني بيقتلها ان وفاه ابراهيم شيكا هي وفاه غير طبيعيه. اوكي. يعني في حاجه حصلت، في حلقه، وفي حلقه مفقوده هي مصره ان هي توصل ليها، بصرف النظر عن فكره الخلاف القائم عن الميراث وعدم وجود الميراث والكلام ده. هي هتستمر في الطريق لحد ما تقف على حقيقه الامر ايه، عشان خاطر اذا كان فعلا حصل نوع من التجني على جثمان ابنها او على اعضاء، تطالب بحقها وحق ابنها كمان في هذا الصف. اوكي، طيب بس نحن كمان عشان يعني التوضيح، احنا تحققنا من صفحة الدكتور اللي كنا بنحكي عنه الآن وبنتناقش فيه، حضرتك تكلمت عنه دكتور أشرف أمين اللي قلت انه عيادته مغلقة وانه مختفي. هو نشر بوست من 6 أيام بيقول انه نقل عيادته لمكان جديد وتحدث عن وحط العنوان وحط ايضا العيادات الأخرى يعني، وبيقول انه هو موجود لاستقبال المرضى يعني. فقط يعني وجب التوضيح عن هذا الموضوع. دي نقرة تانية طبعا، لأن النهاردة حتى فكرة إن النقل المفاجئ للعيادة في خلال الأمور اللي هي بتدور، دي محل استفهام، يعني دي في حد ذاتها محل استفهام. فأنا عشان هو بينشر يعني بيقول إنه عنده عيادات في كذا مكان، يمكن بيسهل عليك يا أستاذ ماجد إنه يعني ترسله في استدعائه. ما هو يعني ان شاء الله النيابه هتقوم بدورها وهتستدعيه وهتساله، ويعني هو برضه هيبتدي ان هو يعني يطلع اللي موجود عنده عشان نفهم الامور ماشيه ازاي. احنا كل اللي يهمنا ان احنا نوصل لحقيقه الامر لاقصى وقت. نعم، نحن بنشكرك على هذه المداخله. كان معنا من القاهره ماجد صلاح محامي اسره اللاعب الراحل ابراهيم شيكا.